الجنيه المصري فقد 90% من قيمته في 10 سنين. الوضع الاقتصادي في مصر وضع بائس. ائتمنا للأسف وتصنيفنا الائتماني اللي وبتقوم به جهات دولية تراجعنا. الوضع في منتهى البؤس. هل يوجد حل؟ نعم يوجد حل. يوجد حل في الإدارة الرشيدة للاقتصاد. يوجد حل في عدم فتح باب لقروض جديدة. يوجد حل في أن يمنح القطاع الخاص وضعه وليقود قاطرة التنمية. لا يشارك القطاع الخاص أي قطاع حكومي. وأتذكر هنا الحقيقة حاجة من أكثر من 40 سنة، لأن الدولة تاجر خايب. الدولة في كل دول العالم للأسف الشديد كان من أكثر من 40 سنة يقول لك جهاز الفول والطعمية، الآن جهاز الجمبري. إيه الدولة مالها ومال السمك ومالها ومال هذا يترك للقطاع الخاص. الدولة تراقب، الدولة تفرض ضرائب، والضرائب يجب أن تقوم على العدالة والموارد في نفس الوقت. لا تكون الموارد على حساب العدالة. أيضا البعد الاجتماعي والحد الأدنى للأجور. عندما الكل يئن ونطلب حد أدنى للأجور يجب أن تكون له قواعد. نعم حتى في برنامجنا الحقيقة